السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتمنى تكونوا بألف خير وتكونوا في صحة جيدة وتكونوا في أحسن الأحوال. اليوم إن شاء الله غادي نصايب معكم ملوي خطير كيجي مورق، أكثر من رائع، مع جميع الأسرار ديال النجاح الملوي. وإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش تخليو لي لايك كتشجيع، واللي مازال ما اشتركش في القناة يشترك ويفعل زر الجرس باش يوصل دائما الجديد. وبقاو معايا باش تعرفوا على المقادير وطريقة التحضير. بسم الله على بركة الله. انا هنا غادي نعبر غير بالكؤوس. كاس ديال العنبه اللي كيوزن 100 غرام. كندير 2 كؤوس ديال الدقيق الفينو، يعني دقيق القمح الصلب. غادي نضيف 3 4 5، ومن بعد غادي نضيف الدقيق الابيض. غنضيف الكاس الاول، الكاس الثاني، والكاس الثالث، والكاس الرابع، والكاس الخامس، والكأس السادس. يعني 6 الكيسان ديال الدقيق الابيض و5 الكيسان ديال الدقيق القمح الفينو. من بعد غادي نضيفو ملعقه كبيره ديال السكر سنيده، يمكن لكم تعوضوها بالعسل، وملعقه ديال الملح، ملعقه صغيره عامره، وراس معلقه ديال خميره ديال الخبز. ومن بعد غادي نبدا نجمع في العجينه ديالي، غير بالماء اللي يكون شويه دافي، يعني ماشي سخون ماشي بارد. بالنسبه للكميه ديال الماء انا استعملت تقريبا شي 4 الكيسان ديال الماء. نتوما بقاو تجمعوا غير هكا بشويه بشويه، كله على حساب الدقيق واش كيتشرب ولا ما كيتشربش. المهم غادي نبدا نجمع فيها غير هكا حتى كتجمع ليا. دائما نتوما كتضيفوا هكا الماء غير بشويه بشويه صافي. ومن بعد غادي نحاول نجمعها، ما غاديش ندلكها، غير غادي حتى كتجمع ليا، وغادي نوضعها في البلاستيك الغذائي وغنخليها ترتاح هكا. كتولي العجينه يعني مدلوكه عب بحدها، يعني غير في البلاستيك الغذائي بلا ما تحتاجوا تمحنوا ريوسكم. من بعد ما خليتها ترتاحت انا دابا غادي نوضعها في سطح العمل. كيف ما كتشوفوا هالعجينه يعني ولات رطبه ولات يعني مرتاحه كيف ما كتشوفوا، بلا دليك بلا محين. من بعد غادي نبدا نقطع فيها كويرات هكا يكونوا كبارين شويه. كنقطعهم هكا، عطاتني 8 ديال الكويرات بحجم كبير. غادي ندهنهم بشويه ديال الزيت، غادي نغطيهم بالبلاستيك الغذائي وغنخليهم يرتاحوا شويه. من بعد ما ارتاحوا شويه الكويرات ديالي، غادي ناخذ الزبده اللي ذوبت، غادي نضيف عليها الدقيق يعني الفينو اللي غادي نورق به. كنخلط هكا واحد 4 الملاعق. ما تضيفوش الدقيق على الزبده وتكون هي سخونه، خليوها تبرد شويه. من بعد غادي ناخذ الزيت غادي نضيف عليه ملعقه صغيره ديال خميره الحلويات. هاد الطريقه هذه كتخلي الملوي يجي مورق وكيجي مقرمش. ما تضيفوش الخميره ديال الحلويات مع الخليط الزبده والدقيق، عفوا ضيفوه مع الزيت هكا كيعطيكم التوريق. من بعد غادي ندهنوا سطح العمل هكا مزيان بالزيت، وغادي ناخذ الكويره الاولى وكنبداو نطلقوا فيها، كنبداو نورقوا فيها حتى كيبان لينا سطح العمل. وكنحاولوا كيف ما شفتوا غادي نديروا ليها هاد الشكل هذا. غادي كنحاولوا نجبدوها وبحال كندخلوا فيها حتى هذاك الهواء هكا. كتجي يعني الملويه مورقه. من بعد ما طلقتها هكا على هاد الشكل هذا كيف ما شفتوا، غادي ناخذوا هذاك الخليط ديال الدقيق مع الزبده، كندهنوا هكا شويه، وغادي نبداو نطويو فيها على هاد الشكل هذا. كنبداو نطويو فيها تقريبا شي 4 طويات. كنحاولوا نقادو الجناب
صافي كنقادوها مزيان نورقوها. كيف ما شفتوا راه يعني سطح العمل كيبان هكا، كتجي الملويه مورقه. من بعد غادي نجمعها على هذا الشكل هذا. وغادي نزيد نضيف هذاك شويه ديال الزبده مع الدقيق. صافي كنبدا نلوي فيها هكا. نلويو وما تزيروش، ديما خليو يعني الهواء منين يدخل باش الملويه تورق معكم. من بعد ملي غادي نجمعها، غادي نجمع عليها الجناب ديالها هكا. صافي كنجمعها على هذا الشكل هذا. وغادي نوضعها هكا في هذاك الصحن اللي كنت وضعه فيه الكويرات، وكنغطيها بالبلاستيك. وكنستمر بنفس الطريقه حتى كان يعني نورق الملويات كاملين ديالي بنفس الطريقه. من بعد ما ورقتهم كيف ما شفتوا ولويتهم، كنغطيهم بالبلاستيك ونخليهم يرتاحوا شويه على بين ما سخنت ليا هاد المقلاة الكهربائيه. انا حطيتها كتسخن، يعني ما درتهاش يعني على الحد ديالها لان كتسخن بزاف. ومن بعد غادي ناخذ هذيك الملويه الاولى اللي ارتاحت وكنبسطها هكا بهذه الطريقه هذه. كنبسطها غير بشويه ديال الزيت اللي كيكون فيه شويه ديال الخميره ديال الحلويات هكا باش تعطيكم التوريق والقرمشه. من بعد غادي نرش هكا غير بشويه ديال الزيت، وغادي نوضع في المقلاة. كنوضع الاولى وكنوضع الثانيه. بالنسبه لهاد المقلاة الكهربائيه انا هزت ليا جوج ملويات كبار. ومن بعد غادي ملي تبدا تشد فراسها غادي نقلبها مباشره، ما نخليهاش حتى كطيب. صافي وكنبدا نقابل فيهم هكا وكنبدا ندور فيهم شويه. من بعد غادي نقلبهم هكا، بداو كيتحمروا ليا. هانتوما كيف ما كتشوفوا الملوي كيجي مورق. كنبقى نقلب فيهم هكا حتى كيتحمروا. هانتوما شوفوا النتيجه. نزولهم ملي كيطيبوا، وكنستمر يعني حتى كنسالي هاد الملويات كاملين اللي عندي. هانتوما كيف ما كتشوفوا كيجي خطير مورق. ونتلاقاو باش نشوفوا الشكل النهائي. كيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الملوي. كيف ما شفتوا كيجي مورق خطير مقرمش. اكيد الا جربتوا غادي ينال الاعجاب ديالكم. وكانت كتجربه جربت معكم المقله الكهربائيه. وكنتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم. وما تبخلوش عليا باللي لايك، واللي مازال ما اشتركش يشترك في القناه ويفعل زر الجرس باش يوصلوا دائما الجديد. والسلام عليكم.